صباح الخير. ده تاني يوم، الجمعة السبت الحد، تالت يوم في دهب، أول يوم في تالت يوم، أول اليوم في تالت يوم في دهب. بصوا بقى ده شكل الأوضة، بحاول أخليها نضيف على قد ما أقدر. المهم دلوقتي أنا خلاص لبست، بصوا لبست الحجاب يبقى كده عشان خاطر الجو حر، وأنا هاخد الفطار بس مش هعمل أي حاجة تانية. وزي كده هخليكم تشوفوا الأوتفيت ده. كل الأوتفيت يا جماعة بنطلون أورنج بسليبر. اوكي، وهنروح دلوقتي بقى ناخد الفطار. جولي قاعده مستنياني على الباب نايمه. جولي بحطها على السرير بتنام، بتقعد تستناني على الباب بتنام، بسيبها في اي مكان بتقعد وتنام، فظيعه امراه ست تنام. فالمهم هاخد دلوقتي اخد الفطار وهاخد جولي احطها بره لان ممنوع تدخل المكان اللي فيه الاكل، فبسيبها بره بس من غير جوده بتفضل قاعده في الاوضه. عشان كده احنا مش هنروح في مكان النهارده، بس هنقعد بقى في الفندق عادي وننزل البول. فيلا بينا. اوكي يا جماعه، ادينا خرجنا من الفندق وحاسه ان انا محتاجه اجيب نضاره الشمس، مش قادره افتح، الشمس حر قوي. بصوا الانسه جولي عماله تجري في الاجواء ازاي. بص تعالي يلا، بص عماله تشمشم في كل حاجه. شكل البول جميل ويفتح النفس، بس انا مش عايزه انزل دلوقتي، الشمس حاميه قوي قوي. ف يعني ممكن على الساعه 3 4 هتكون هدي شويه. ده شكل البول يا جماعه، تحسوا ان الفندق ده ستايل يوناني جدا. بصوا يوناني، والمباني شكلها يوناني، كل حاجه شكلها لطيف. هسيب جولي، انا ممكن اسيبها واخش اخد الفطار عادي والله، بس انا مقلقه ان هي قطه تطلع. عارفين لو هنا مفيش قطط خالص هسيبها عادي. المهم anyway هروح بقى اخد الفطار. بصوا انا جبت معايا ايه، جبت معايا الاضاءه، جبت معايا الترايبود عشان هحاول اصور لكم الفطار واحكي لكم موقف حصل امبارح. هي جايه ورايا بتجري اهي. فيلا هتلاقوا نص الناس او اغلبهم خلاص كله خلص الفطار، مش هيبقى في حد دلوقتي الا انا هو اللي لسه ما فطرش. احسن برضه عشان انا دلوقتي هاخد الفطار اهو. جبت جولي بره، ربطت جولي على الباب من بره عشان هي ممنوع تدخل هنا. مش عارفه يعني ميك سنس بصراحه ان هي ما ينفعش تدخل هنا. anyway ده الفطار. اوكي بصوا خدت لانشون زبده، انا مش عارفه يعني دي المفروض تتعمل مع البيض صح، بس انا قلت اجربها يعني. قطعتين جبنه وخضار وعيش. اوكي ادي الفطار، هحاول اخلص بسرعه. اهم حاجه بقى البروتين طبعا اللي هيشبعني هو البيض المقلي ده. ماشي، خدت معايا زبادي، جولي عملت انا سوبر، خدت معايا زبادي وعملت كوبايه نسكافيه. اتمنى تكون طعمها حلو عشان عملتها امبارح كان طعمها وحش جدا. حلو، حاسه ان انا حاطه النسكافيه زياده، هو ده اللي مخلي طعمها مش احلى حاجه. anyway يعني عارفين ان انا البيض المقلي ما باكلوش في البيت خالص، او باكله بعيش مش باكله خالص كده، بس اكتشفت ان هو طعمه حلو قوي كده. اوكي يا جماعه، ربطت جولي بره، الجو بره حر قوي عليه، مش حاطه لها مايوسينا خالص على طول. المهم ان انا ما عنديش اي حاجه في دماغي النهارده، انا مش هروح في اي مكان. انتوا كمان طبعا طبعا النهارده رايحين البلو هول، وانا اوريدي كنت في البلو هول السنه اللي فاتت. لو مش هروح مكان منتظم تاني، الموضوع بالنسبه لي ممكن انا بعمل حاجه عملتها خالص قبل كده، بس وكمان جولي مش هتحب الموضوع، الميه بتبقى غريبه عليها، هي مش هتحب الموضوع. فاكر ممكن نقعد على البحر شويه، ممكن ننزل هنا الميه شويه، مش ننزل نعوم، ده سنوب فيها يعني، هيبقى برضه الموضوع لطيف. عامل نسكافيه حلو كده، ده مش بحب، ده حلو قوي على فكره، ده مش لوحده. عملت كوبايه نسكافيه لطيفه كده، وبعدين نروح ننزل في الميه. حته فظيعه، حته فظيعه. حاسه ان البيضه دي فيها يعني عشان جوه عن التانيه، دي مخلبظه شويه معموله بضمير. حلوه حلوه جدا. انا هعتمد الموضوع ده بعد كده في الفطار في الايام العاديه. خروبي بصوا يا جماعه، انا جبت بيضه الجيلي. جبت لها بيضه وزبادي يا روح قلبي.
هي اكلتها قليله قوي من ساعه ما جينا هنا دهب، مش عارفه ليه. بس هي بتحب البيض، فانا دايما وانا خارجه من المطعم دايما باخد لها معايا بيضه. بيبقى مكتوب دايما على باب المطعم ممنوع استحاب الطعام خارج المطعم، بس انا بعمل فيها من بنها وباخد البيضه. ولو اي حد كلمني هقول له كلبتي، لاني مش هقدر اكيد اعمل لها بيض مسلوق وهي مش بتاكل غيره. يعني دي هتبقى حجتي الوحيده ان انا لازم اخد لها اكل معايا. يا روحي انا حاطه لها بيضه وزبادي، بس هي بتاكل البيضه الاول. قولوسي. انا مش شايفه، يراعي قلبي انا مش شايفه. يلا يا جولي كم. ايه كده انت خلاص يعني كلتي يا جولي؟ بصوا الدلع بقى، بصوا الدلع بقى. يلا يلا كملي اكلي روحي يا جماعه. بصوا جولي بتدلع مش عايز تاكل. يلا يا كوكو طلع الاكل جنبها. بصوا بصوا دي كده كلت، اللي هو بقيه البيضه دي مين هيكملها؟ انت مش عايزه تاكلي ليه يا قلبي؟ مش عايزه تاكلي ليه يا قلب مامي؟ دلوعه. يعني ممكن تكمل اكل دلوقتي يا جولي. بصوا جولي قاعده ازاي والنبي، ما كملتش بقيه الاكل بتاعها. بس انا هحطه لها في رابر كده وادخله في التلاجة شويه كده واطلعه لها تاني. بصوا طبعا اول ما افتح الباب واخرج هتتنطط بقى وتجري وتبقى مبسوطه. اول ما نقعد في الاوضه ده المنظر الوش اللي مصدرهولي. هلو يا جماعه، بصوا بقى انا النهارده مش هروح اي مكان، بس انا دلوقتي لبست المايو اهو ورايحه البول عادي، البول اللي بره يعني الروم اهي والبول بره. ودي جولي نايمه، جولي على طول نايمه. انا مش عارفه ليه كده يعني، والله كاني عارفه مشغلاها مش عارفه في ايه. فخلاص انا جاهزه اهو، هحط بس الهات وهستنى الميه تغلي عشان اعمل نسكافيه هشربه وبعد كده هنزل البول. دلوقتي اكيد هتبقى دافيه، هتبقى حلوه يعني. ده النهارده تالت يوم في دهب. خلاص انا جهزت. بصوا وده المايو بتاع النهارده بينك بقى مع الاسود عشان كده. وخلاص انا جاهزه، مستنيه بس الميه تغلي وهي خلاص لسه غاليه حالا. فهحط النسكافيه وهاخد الكوبايه اشربها بره وبعد كده هنزل البول. دلوقتي البول هتبقى حلوه والميه بتاعتها هتبقى دافيه والبول اصلا جميله جدا. فانا هنزل البول في الفندق عادي وهاخد جولي معايا تقعد جنبي بره. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا خدتها ونزلتها معايا البول، والله مسكتها كده ونزلت بيها محدش قال لي حاجه. فالفندق بجد تحفه جدا، نظيف واسع، الناس متعاونه جدا. وممكن اخد كلاب ونزلت بجولي الميه حاجه تحفه يعني. anyway هاخد نسكافيه واخدكم دلوقتي بره اوريكم الدنيا عامله ازاي وهنزل معاكم البول. يلا بينا. بس انا عايزه اوكي ها ماشي. ده النسكافيه اللي هو كوفي بريك 3 في 1. انا هعمله النهارده، جايبه منه علبه اصلا بشربها في البيت، بقى منه شويه فاخدته معايا واشتريت منها نسكافيهات كتير قوي. انا عندي هنا نسكافيهات كتير. اوكي وادي الميه. بص انا مش بحط ميه كتير، يا دوبك بس نص الكوبايه عشان بحب اشربه مركز. انا بحبه مركز، اول ما يبقى خفيف ما بحبوش. اوكي المعلقه دي بقى الزبادي بتاعت جولي، ودي المعلقه اللي انا بغرف لها دي طبقها. هروح اغسل حواجي. معلقه ونقلب النسكافيه واحنا كده خلاص جاهزين. اوكي انا بس عندي هدوم عايزه تتنشر وانا يعني حطاها غسلاها وقلت هنشرها، بس عشان هي في الحمام كل مره بنسى، فهاخدها ونشرها معاكم دلوقتي عشان انا مش عايزه انسى. بلس انا خارجه اصلا فمش هاجي هنا تاني. نقفل بقى النور، نقفل الباب، نقفل النور هنا برضو متهيألي انا مش هبقى محتاجاه. اصلا المفروض اوكي نقفل النور ده. جولي صحيت يا جماعه، جولي اهي. ايه صباح الخير. بصوا اول لما اجي اخد من الباب هتقوم هتيجي جري. بصوا ماما افتح الباب. اصل ماما بتعمل وتيجي جري على طول، عارفه ان احنا خارجين. اوكي تعالوا بقى ننشر بره ثانيه واحده. معايا الطاقيه بتاعتي، احنا جاهزين. معايا كمان مفاتيح الاوتيل، الدنيا تمام الحمد لله. يلا بينا. صباح الفل. بنتي بص انا بحب اسيبها تسرح، يمكن تلاقي لها، بس هي ورده بنت زيها فخلاص مش مشكله. هو المشكله ان هما بنت زيها ممكن تنشطوا مع بعض. لا خالص، انا شايفه ورده حبها جدا، ده بتيجي وراها كده.
لا لا ما تقلقيش، انا شايفاهم من بدري. يعني الكلاب بتدي سيجنال كده بتحسسك الكلاب ممكن تعمل حاجه او لا. اما انت ما تقلقيش، هي صغيره بس سفروته فظيعه. ايه؟ سفروته صغيره بس يعني عارفه مصلحتها مش سهله يعني. اوكي. يلا تعالي. اوكي يا جماعه، البول ما فيهاش غير ولاد بس احيانا، مش هننزل ازاي انا ما فيهاش غير ولاد بس، ده الموضوع صعب قوي. لا متهيألي في بنت. بصوا يا جماعه هم اجانب عامه، فالموضوع هيبقى بسيط. يلا يا لولو. نسيت اخد معايا الشال لان انا اكيد مستحيل اطلع من المايه بالمنظر ده. استنى عايزه احط بس الحاجه بتاعتي وبعد كده هروح اجيب اروح بعد كده اجيب الكارديجان عشان خاطر لما اطلع ابقى احط بس هنا النسكافيه. هاي هلو. هنا النسكافيه، هروح اجيب الكارديجان هاجي تاني. ثانية واحدة، انا المايو صعب قوي ان انا انزل كده بالذات ساعة ما اطلع من المايه. تعالي يا لولو. يلا. حلوة قوي الفايبس بتاعت المكان، والله لطيفة، الناس هنا لطيفة قوي. واو. كمان بصوا شكل البحر، استنوا اقلب لكم الكاميرا. بصوا شكل البحر عامل ازاي، خطير. واو تحفة. يا جماعة دلوقتي انا قاعدة قدام الاوتيل يا جماعة، ده صف اول على البحر. اوكي السنة اللي فاتت كنت قاعدة في دهب هوليداي، هو تحفة جدا بس ما كانش صف اول، كان صف تاني. ده صف اول. صف اول بمعنى ان هو ليه شط على البحر، اوكي، او ليه شاطئ يعني. انا لبست المايو وكنت عامله حسابي ان انا هنزل البول، وبعدين قلت خليني اقعد قدام البحر شويه وبعد كده انزل البول. دي جولي قاعده جنبي هي على الشيزلونج مستمتعه جدا بوقتها. وده هنا يا جماعه الشط، طبعا هو غير مناسب للنزول خالص لان هو شط صخري جدا. يعني بصوا كل الاماكن اللي هي لونها فاتح ده كله صخر، اللي جوه بقى اللي هو غامق ده البحر، وده عميق جدا وخطر كمان النزول فيه. يعني بصوا الموج بتاعه عالي، فخطر قوي النزول فيه. والشط العادي ما ينفعش النزول فيه اصلا، فهو بس ينفع نقعد عليه بالمنظر. فجولي قاعده مستمتعه جدا بالبحر وبالهواء وبالرمله، وانا قلت هقعد هنا شويه وبعد كده هبقى هنزل البول. في ناس قاعده هنا، الناس دي بتوع بصوا الناس دي يا جماعه هنا بتقعد من بدري، مش عارفه شايفين ولا بس مش عايزه اجيبهم قوي عشان ممكن يبقى ممنوع ان انا اصورهم. الناس دي بتقعد من بدري جدا، بتعمل تن رهيب، مش بتعمل تن، هي بتحرق نفسها كل يوم في نفس الميعاد الساعه 10 الصبح لحد شمس مطلع، هم قاعدين تقريبا عايزين ياخدوا الفطار المصري اللي انا عايزه اتخلص منه. سبحان الله ما حدش عارف حاله. خدها منها كده وارميها بعيد بس مش قوي.